زي ما انتم شايفين احنا المنهج بتاعنا طبعا مكون من وحدتين. خدتوا انتوا وحدتين الترم الاولاني، والترم ده بنستكمل ان شاء الله وحدتين كمان. عندنا المنهج كله بالظبط يا شباب 8 دروس، 4 دروس في الوحده الاولى اللي هي الثالثه يعني، واربع دروس في الوحده الاخرى. اول درس بقى عنوان الوحده عامه مصر والدول المستقله. هندرس بقى مصر من قبل الفتح الاسلامي لغايه الدول بعد كده اللي هم بنقول عليها الدول المستقله زي الطولونيين والفاطميين والايوبيين. ونشوف بقى الحضاره الاسلاميه اسهمت ايه، او يعني طورت النظام ازاي بقى من حيث السياسه والنظام المالي والاقتصادي والعلمي. رحله ان شاء الله شيقه وممتعه في منهج التاريخ. غير كده ان هو كمعلومات قيمه عن الدين بتاعنا اللي هو الدين الاسلامي. نعرف الحضاره بتاعتنا قد ايه كانت عظيمه، وقد ايه كان في شخصيات مهمه ومؤثره في تاريخ العالم الاسلامي. انتظركم كده كمان 4 دقايق يا شباب، انا لسه شايف الرقم قليل يعني. احنا حوالي 31 واحد، نشد كده. ننتظر بس، انا منتظر العدد بس يكمل كده وهنبدا ان شاء الله، محدش يقلق يعني. يلا بينا يا شباب. هننتظر بالظبط 3 دقايق تكتمل و10 ونبدا اول حصه لنا ان شاء الله. يلا كده يا شباب، انا منتظركم تمام. انا هبدا و10 بالظبط، و10 بالظبط يعني اللي يدخل ما تقلقش. انا مستني بس الساعه تيجي و10 وهنبدا اول حصه، اول درس معانا بعنوان مصر من الفتح الاسلامي حتى قيام الدول الايه المستقله. جاهزين يا شباب؟ يلا بينا، فاضل 3 دقايق بالظبط او اقل من دقيقتين يعني وهنبتدي. فكركم تاني لو حد بس لسه داخل ان اللينك موجود، رابط الحصه موجود على الجروب بتاعنا. تقدر تعمل كوبي لللينك بتاعك وتبعته لاصحابك لاصدقائك لاي حد حابب ان هو يدخل او يستفيد بالحصه، تقدر تبعت له اللينك ان شاء الله. جاهزين يا شباب؟ يلا كده نقول بسم الله ونتوكل على الله كده في بدايه اول شرح عندنا الاول حصه في التاريخ. في البدايه كده عشان تبقوا عارفين هندرس ايه النهارده. اول درس عندنا بعنوان مصر من الفتح الاسلامي حتى قيام الدوله المستقله. في الدرس ده كده عشان تبقى عارف، هو طبعا درس كبير يستحيل طبعا انه يتشرح على مره واحده، وده نظامي في الشرح اصلا، ما باخدش درس بكم كبير. لان زي ما انتم عارفين الثانوي الاهم حاجه فيه انك تفهم الدرس كويس بحيث انك تقدر تتعامل مع كل صيغ الاسئله. لان اهم شيء في ثانوي زي ما انتم اكيد عارفين، انتوا طبعا سنه تانية، ان اهم حاجه تفهم سؤالك كويس عشان ده بنسبه كبيره بيتوقف عليه عامل الحل بتاعك. في الدرس ده احنا هنعرف عوامل الفتح الاسلامي، هنعرف اول حاجه الاحوال، وبعد كده الفتح الاسلامي او ليه اصلا المسلمين كانوا عايزين يفتحوا مصر. هنلاقي ان في كان عامل ديني وحربي وعامل تاريخي، وبعد كده بقى هنعرف مراحل الفتح الاسلامي لمصر. بسم الله كده وندخل اول حته في الدرس، ونبتديها من قرآننا العظيم الكريم وقول ربنا سبحانه وتعالى من سورة يوسف: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وده طبعا من ضمن المرات اللي ذكرت فيها اسم مصر في القرآن الكريم. وعلى فكرة اسم مصر ذكر مرات عديدة طبعا
في كتابنا القرآن الكريم. أول حاجة يا شباب لازم نعرفها قبل ما نشرح، وهو أحوال مصر قبل الفتح الإسلامي. أحوال مصر قبل الفتح الإسلامي لازم تبقوا عارفين إن قبل ما المسلمين يدخلوا مصر، مصر كانت محتلة من الرومان من سنة 30 قاف ميم، وقاف ميم ده طبعا اختصار لكلمة قبل الميلاد. طيب الرومان دول يا جماعة كانوا مقر الحكم بتاعهم كان موجود في الإسكندرية، وزي ما انتم عارفين اي رئيس او اي ملك او اي شخص بيحكم اي دولة بيكون فيه مقر الحكم بتاعه، المكان اللي هو بيقعد فيه وبيبتدي يباشر الحكم بتاعه على جميع اجزاء الدولة. نضرب مثال بسيط، مصر دلوقتي عاصمة مصر طبعا وهي القاهرة. القاهرة دلوقتي هي العاصمة التي يجلس فيها الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، وبيبتدي بقى يباشر حكم الدولة، وزي اي دولة بتلاقي ليها العاصمة، انجلترا مثلا نقول لندن، فرنسا نقول باريس، وهكذا. فالرومان وهم موجودين في مصر كانوا بيحكموا مصر من خلال مدينة اسكندرية. طيب اوضاع الشعب ايه يا مستر في وقت الرومان؟ هقول لك الشعب كان بيعاني من فرض الضرائب، وكان عليه ان يكد ويكدح. يعني ايه يكد ويكدح؟ بالبلد كده وباختصار يا شباب، مصر كانت لازم كل سنة بتسلم للرومان، انزل معايا بعينك كده على النجمة اللي الكتاب حاططها لنا تحت، حوالي 135 ألف طن سنويا. باختصار مصر كانت مكلفة كل سنة إن هي لازم تبعت الرقم ده، ولا يزيد ولا ينقص. إيه هو الرقم؟ هقول لك 135 ألف طن سنوي من القمح كانت مصر لازم توصله لروما. وهم اصلا كانوا محتلين مصر بالبلد كانوا بيقولوا عليها اللي هي مخزن روما للغلال. اهو بصوا الجمله دي، قال لك فقد كانت مصر مخزنا لمد روما بالغلال. يعني ببساطه روما كانت بتعامل مصر اللي هو انت مجرد مخزن بتخزن لي الغله بتاعتي، ولازم تسلمني كل سنه الرقم اللي انا قلته لكم تحت اللي هو كان 135 الف طن سنوي. طيب قال ان المصريين في وقت الرومان كانوا مفتقدين حريتهم الدينيه، بالبلد كده الشعب المصري مقيد، مش عارف يتصرف، مش عارف ياخد قرار، حرفيا مش عارف يعمل اي حاجه. وكانوا بقى بيتعرضوا لظلم وقهر حتى اضطر كثيرون منهم الى الهرب. واشهر واحد عندنا كان شخص يسمى بنيامين، ده كان بيطير الكنيسه الارثوذكسيه في مصر، وده كان شخص له يعني قيمه دينيه كبيره عند اخواتنا الاقباط او المسيحيين. والراجل ده يا جماعه هرب من الرومان لمده 13 سنه، راح قعد في مكان في الصحراء، وعلى فكره قعد 13 سنه ما حدش يعرف عنه اي حاجه، ما يعرفوش هو موجود فين، طب مات، طب توفى، طب حصل له ايه، ما حدش يعرف. طب هو عمل كده ليه؟ عمل كده بيهرب من الضغوطات، هرب من الظلم او العيشه الصعبه جدا جدا اللي كان بيفرضها الرومان. على فكره الرومان كانوا بيكرهوا الديانه المسيحيه، وكانوا بيموتوا المسيحيين وبيهدموا كنائسهم وبيحرقوا لهم كل حاجه، وفي الوقت ده كان بيعاملوا معامله قاسيه. فبنيامين بطريرك الكنيسه الارثوذكسيه في مصر راح هرب وقعد 13 سنه زي ما قلت لكم، وما خرجش من المخبأ بتاعه غير لما دخل الفتح الاسلامي مصر وامنوا المسلمين. المسلمين لما دخلوا عليه قالوا له اطلع ما تخافش، احنا عمرنا ما هنأذيك ولا هنعمل لك حاجه، يا اما ان تدخل في الاسلام او تقعد سالم غانم مقابل دفع الجزيه، ولكن مش هنتعرض ليك ولا هنأذيك اي حد طبعا. ودي من اخلاق وقيم الدين الاسلامي. نيجي بقى لعوامل فتح الاسلام. واحد ممكن يسال سؤال فيكم وانتوا قاعدين، يجي في دماغك سؤال كده، يقول له يا مستر، اقول له نعم. يقول لي هو ليه اصلا المسلمين كانوا مصرين على فتح مصر؟ ليه مصر كانت مهمه؟ اقول لك مصر كانت مهمه لثلاث اسباب. اول سبب عندنا وهو العامل الديني. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان قبل كده اتكلم وتحدث عن فتح مصر واستشرافه بفتحها، فكانت دافع لفتح مصر. انا هقرا كلام الكتاب وهشرحه لكم. قال لك واستشرافوه بفتحها فكانت دافع لفتح مصر ينبعث من وازع ديني لنشر الدعوه الاسلاميه لتصبح مصر سندا قويا للمسلمين. مصر يعني ربنا انعم علينا بالقوه والمال والرخاء الحمد لله من سنين، ودايما مصر على مدار التاريخ كانت مطمع ووجهه لاي حد بيتمنى ان هو يدخل مصر. العامل بقى الحربي او ما بين قوسين كده قال لك الاسباب الدفاعيه. قبل بس ما اشرح عايز افكركم بحاجه. المسلمين او القاده الاسلاميين يا شباب لما كانوا بيفتحوا اي دوله كانوا دايما عينيهم، يعني مثلا اديكم مثال، لو انا مثلا خدت دوله هنا دايما عيني تبقى على الدوله اللي جنبها. ليه؟ اول حاجه انا بنشر الدعوه الاسلاميه، انا بنتشر، انا بزيد، انا باخد عدد دول اكتر، وغير كده انا بامن كل مكان قوي. يعني انا مثلا خدت الدوله دي، اخد الدوله دي، بكده انا بقى معايا واحد واثنين، يعني معايا مكانين، وغير كده بالمكان ده انا بامن على المكان ده. يعني ايه؟ يعني انا بزود وبنتشر وبعمل حاجه اسمها جانب دفاعي، بامن على الحاجه اللي انا اخدها عشان ما اخسرش، لا ده انا بزود الايه؟ انتشار او بلاد العالم الاسلامي. فقال ان تامين الفتوحات الاسلاميه في الشام وفلسطين
مصر هي اللي كانت هتأمن المجال ده من ناحية الجنوب الغربي، لأن لازم تبقوا عارفين إن الروم كانوا موجودين في مصر، والروم دول جماعات مخربة ومدمرة، ما بيحبوش الخير والرخاء لحد يعني. غير كده كمان إن المدينة النبوية اللي هي مركز الخلافة الإسلامية، يعني الخليفة الإسلامي بيحكم دولته الإسلامية من المدينة النبوية، لأن هي قريبة من القزم. خلي بالكم القزم دي مدينة السويس حاليا اللي هي موجودة عندنا في مصر. فقال إن هجمات الروم المتوقعة للقضاء على المسلمين كانت ممكن تطلع من السويس. فالقادة الإسلاميين قالوا إحنا ليه نقعد متوترين؟ طب ما إحنا نروح ناخد مصر، يبقى كده خدنا دولة قوية تساعدنا، وغير كده كمان هتأمن على ممتلكاتنا اللي هي في الشام أو فلسطين، أو المدينة الأهم اللي هي المدينة النبوية اللي هي مركز الخلافة أصلا. آخر عامل كان مشجع المسلمين على فتحها وهي العامل التاريخي، إن مصر ليها تاريخ كبير. لو هنتكلم عن سيناء أو علاقة مصر بالعرب أو بآسيا بشكل عام، فده كان مهم جدا، أو مصر ليها جانب تاريخي حتى قبل ظهور الدين الإسلامي. الدوافع اللي احنا قلناها دي يا شباب خلت الخليفة اللي كان موجود وقتها وهو الفاروق عمر بن الخطاب رحمه الله، كل دي حاجات كانت مشجعاه او مدياله دوافع لفتح مصر. ولكن الكلام ده تم بعد مؤتمر اسمه مؤتمر الجابية. ايه مؤتمر الجابية؟ مؤتمر الجابية ده عقده الخليفة عمر بن الخطاب، وده كان مؤتمر عسكري، يعني قاعدين يتكلموا في امور عسكريه. عمر بن الخطاب اجتمع بجيشه بعد ما فتح بلاد الشام وتسلم مفاتيح القدس، قعد معاهم وقال لهم انا عاوز اخد رايكم في حاجه. قالوا له ايه هي؟ قال لهم انا عايز اتشاور معاكم في فتح مصر واسمع ارائكم فيها. خلوا بالكم عشان تبقوا عارفين، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، كل الخلفاء الراشدين كانوا يسيرون على نهج الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهو استخدام مبدا ايه؟ اقول لك مبدا الشورى. الرسول كان بيقعد مع اصحابه ودايما كان بيقر على تثبيت مبدا الشورى، اللي هو ايه ببساطه؟ ان محدش ياخد قرار منه لنفسه، بيقعدوا بيتشاوروا نسمع اراء وبياخدوا القرار بتاعهم بالاغلبيه. يعني لو الاغلبيه موافقين على القرار بيتم تنفيذه، لو الاغلبيه قالت لا ولا كأن لا ايه، لم يكن شيئا. ومن ضمن اخلاق الدين الاسلامي بتاعنا ان الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه، لكن المهم التشاور، ان احنا ناخد راي بعض، محدش يمشي من دماغه يعني. قعد عمر بن الخطاب جمع الجيش بتاعه، وكان قائد الجيش بتاعه وقتها كان سيدنا عمرو ابن العاص، واتكلم معاه عمرو عن اهميه فتح مصر. قال له ان مصر ليها ثقل استراتيجي، وكلمه ثقل استراتيجي يعني كلمه استراتيجي عندنا في الجغرافيا بنقول عليها ان هو موقع بالغ الاهميه، موقع مهم في كل الاوقات. ولما قعدوا مع بعض، عمرو بن العاص كان ليه كلمه شهيره جدا، قال له انك ان فتحتها، يعني بيقول كده لعمر بن الخطاب، بيقول له انك لو فتحتها هتبقى قوه لينا كمسلمين وعونا، يعني قوه لينا هتساعدنا. وخلي بالك ان مصر هي اكثر الارض اموالا واعجزها عن القتال والحرب. يعني قال له خلي بالك الرومان مش هيتعبونا في مصر، هم عاجزين ان هم يسدوا معانا. غير كده ان مصر قويه فيها اموال هتساعدنا وهتدعمنا. يعني ببساطه من مؤتمر الجابيه عمرو بن العاص كان رده ان هو جاهز وموافق على فتح مصر. نيجي بقى لمراحل الفتح الاسلامي لمصر. اول حاجه يا شباب، عمرو بن العاص اللي هو كان قائد الجيش الاسلامي وقتها قعد مع الخليفه بتاعه قال له جهز لي جيش، وجهز له جيش كان حوالي 4000 مسلم كما ذكر المؤرخين يعني. خدنا ال 4000 جندي، انطلق عمرو بن العاص، واول حاجه هيطلع من مدينه اسمها قيصريه، وديت كانت بفلسطين. انا لازم افكرك بقى ان فلسطين والشام كانت من ايه؟ من ضمن حدود الدوله الاسلاميه، واحنا واخدين مصر عشان نزود. والاهميه مصر الثلاث حاجات اللي احنا ذكرناهم فوق، وغير كده كمان عشان نامن الحدود دي من خطر الروم. عمرو بن العاص جهز بالجيش بتاعه اللي هو ال 4000، طلع من قيصريه بفلسطين وتوجه نحو مصر. واول مدينه قابلها كانت مدينه العريش، ودي من المدن اللي موجوده في شمال مصر. وصل عمرو بن العاص في السنه 20 من الهجره اللي هي كانت سنه 640 ميلاديا، ما يوافق الميلاديه يعني. وركزوا معايا في الجمله دي، فتحها دون مقاومه. وهقول لك انا ليه هنا هحط لك السهم ده عشان هرجع له دلوقتي. اللي مصحصح معايا هيعرف هو ايه، هو مركز معاه ولا لا. ركز معايا في السهم ده وهقول لك هرجع له ليه. عمرو بن العاص دخل العريش فتحها دون مقاومه، ما حدش قاومه اصلا، دخل وخد العريش وانطلق على بعض وهي الفرمه. ايه الفرمه دي؟ مدينه بورسعيد دلوقتي. الفرمه بقى او بورسعيد دي كانت اول موضع من قهر مصر هيحصل فيه اشتباك، او اكتبوا جنبيها كده اول، معرفش الكتاب معاكم لسه ولا لا يعني، بس هيحصل هنا اول مواجهه بين
قادة أو الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص مع الروم. يبقى سؤال، ارجع بقى للسهم اللي انا قلت لك هرجع له. هو انا ليه حطيت سهم هنا في الجمله دي؟ انت لو جيت بصيت على الخريطه ممكن تنخدع وتلاقي ان اول منطقه دخلوها في مصر العريش، فيجي يقول لك كانت العريش اول مواجهه بين الجيش الاسلامي والروم. طلبه كتير بتقول صح، لا هقول لك مش صح. ليه؟ لانه دخلها، ارجع معايا للسهم تاني، دون مقاومه. محدش قاومه يا جماعه، يبقى فين المواجهه هنا؟ امال اول مواجهه كانت فين؟ هقول لك اول مواجهه كانت في الفرمه، مدينه بورسعيد حاليا، لما عمرو بن العاص عمل حصار لمده شهر قبل دخوله، ولكن بعد كده استولى عليها. لكن اول مواجهه رسميه محتسبه بين الجيش الاسلامي والروم كانت في الفرما وليس العريش، لان هو دخل العريش دون اي مقاومه. نيجي بعد كده لمدينه اسمها بلبيس، ودي مدينه طبعا شهيره كده قريبه من مدينه الزقازيق بالتحديد، يعني محافظه الشرقيه. دخل عمرو بن العاص اليها بعد ما خد طريق الصحراء الشرقيه بالتحديد، اللي هم بيقولوا عليها القنطره، اللي هي ما بين كده بورسعيد وسينا والسويس، اللي هي مدن القناه يعني، عشان يضمن الالتزام بجانب الصحراء. وهو قال انا عايز اخد الصحراء كلها تبقى في صف، وبعد كده بص اشوف ايه الجديد. عمرو بن العاص واجه في بلبيس بقى القائد البيزنطي اللي هو كان اسمه الارطبون، ده كان القائد هناك، قائد البيزنطيين. ونجح عمرو بن العاص في هزيمته. وخلوا بالكم دي ما كانتش خساره عاديه، دي كانت خساره فادحه. فادحه من حيث ايه؟ من حيث القتلى، ان احنا قتلنا منهم عدد كبير، ومن حيث اسرى الحرب اللي احنا اخذناهم كاسراء حرب. فكانت هزيمه موجعه بالنسبه البيزنطيين، وهزيمه ساحقه وانتصار عظيم للقائد عمرو بن العاص او للدوله الاسلاميه بشكل عام. ام دنين بقى او شمال الازبكيه حاليا، وصل عمرو بن العاص زحفه طريق النيل. بس انا عايز ارجع معاكم بس شويه كده، عايز افكرك بنقطه، ان هو طلع من قيصريه في فلسطين، دخل العريش، دخلها بدون مقاومه، كانت اول مواجهه هنا في الفرم. خد طريق الصحراء، خلي بالكم كل ده كده الصحراء الايه اهي الشرقيه. هيجي عند بلبيس. ام دنين هنا اهي، دي من المدن اللي هي قريبه كده من ناحيه الايه، ناحيه عين شمس كده دلوقتي يعني. واستطاع عمرو بن العاص الاستيلاء عليها، ففر الرومان منها. شوف الرومان بقى هربوا خلاص، هم قدام عمرو بن العاص، فخافوا ان عمرو بن العاص ياخدهم كأسر حرب، فقاموا كلهم راحوا جاريين الى منطقه هم عاملينها اسمها حصن بابليون، وهنجي لها بعد كده. وده كان حصن روماني قوي، دي كانت زي قلعه كده كانوا عاملينها في مصر، بحيث ان اي خطر يستخبوا فيها يعني كده بالبلد. حصن بابليون ده كان موجود فيه المقوقس اللي هو كان بيحكم مصر بتاع البيزنطيين. وهنا بعت عمرو بن العاص يطلب المدد من الخليفه عمر بن الخطاب. يعني ايه يطلب المدد؟ هو عمرو يا جماعه طالع من قيصريه بفلسطين، معاه جيش عدده 4000 جندي. فخلي بالكم ال 4000 جندي دول منهم اللي مات، منهم اللي توفى، منهم اللي صحته ما بقتش زي الايه؟ ما بقتش زي الاول. فطلب المدد من الخليفه عمر بن الخطاب. وخلوا بالكم في فرق ما بين الخليفه والقائد. عمرو بن العاص هو قائد الجيش الاسلامي، ان انا خليفه الدوله كلها او رئيس، يعني زي ما احنا دلوقتي ما بنقول كان عمر بن الخطاب. فعمر بن العاص بعت له كده يعني جواب، قال له ان انا محتاج انك تزود لي عدد الجيش، لان انا داخل على حصن مهم جدا، وهو حصن بابليون، الذي يقال عنه انه من اقوى الحصون الرومانيه في مصر. نقرا المعلومه الاسرائيليه ده يا جماعه عشان هتفرق معانا. قال بدر الخليفه الى تحقيق طلب القائد، قال له حاضر هجهز لك اللي انت عايزه، ومع كتاب يقول فيه أني قد أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم رجل مكان 1000. قال له أنا اديتك 4000، كل راجل منهم ب1000 مقاتل. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. وقال له الناس اللي معاك دي كل قائد فيهم ب1000 لوحده. يعني بقول له أنا باعت لك 4000، كل واحد من الأربعة دول في قائد ب1000 إيه؟ ب1000 جندي. تعالوا بقى نشوف حصن بابليون اللي هو كان معركة قوية جدا جدا وفارقة. فين يعني؟ ده رسم تخيلي كده، ان هي كانت قلعة مقفولة يعني من جميع الجهات. وقالوا او كان يقال يعني، قالوا لعمرو ان انت صعب تدخلها وكده. عمرو بن العاص جايز نفسه، طلب المدد من عمر بن الخطاب. وصل عمرو بن العاص عام 20 من الهجرة الى حصن بابليون، وفضل محاصره مش شهر ولا اتنين، لا ده 7 اشهر. طب اثناء الحصار ايه اللي حصل؟ المقوقس بتاع البيزنطيين هو عارف ان لو دارت معركه ان المسلمين هتكسب، وان المسلمين بقى جايين منتصرين وجايين بمعنويات اقوى واكبر. فهو المقوقس قعد بقى حصن بابليون سنه 20 من الهجره،
وفضل محاصره زي ما كنا قلنا في الروم الأخيرة لمدة 7 أشهر. المقوقس بقى يا جماعة اضطر إلى الدخول في مفاوضات مع المسلمين. وخلوا بالكم أنا أقول لكم حاجة في التاريخ عامة عايزكم تاخدوها قاعدة معاكم. مفيش قائد قوي أو معروف عنه إنه قوي بيلجأ إن هو يعمل بالبلد كده، يعني يعمل اتفاقية غير لما بيبقى حاسس إنه ضعيف. خدها معاك قاعدة، مفيش قائد من المعروفين إن هم أقوياء بيروح يقول أنا عايز أعمل اتفاقية غير ليه. اصل انا لو قوي ما انا مش هعمل اتفاقيه، ما انا هخش واكسب بكل سهوله. امال انا ليه بعمل اتفاقيه؟ لان هو عارف ان الجيش الاسلامي جاي منتصر ومخلص في الفارما ومخلص في بيلبسه وجاي له جاهز. فالمقوقس دخل معاه في مفاوضه، بعث ابو رسله يتفاوضوا معاه. جه يتفاوض مع المسلمين، عاوز يعرف بالبلد حاله الجيش الاسلامي، عايز يعرف انتوا قد ايه عددكم، قد ايه الدنيا هتبقى عامله ازاي. فبعت له عمرو بن العاص رسول يروح يتكلم معاه، وهي قال له والله احنا عايزين حاجتين، يا اما انت تدخل في الاسلام يا اما تفضل مكانك وتدفع الجزيه. ودي على فكره الكلمه اللي احنا كنا بنقولها في اي عمليه فتح اسلامي، احنا عمرنا ما ادخلنا الناس في الاسلام جبرا يعني او بالعافيه ولا بنقتل ولا لا، احنا بنخش الدوله. حابب ان انت تدخل معانا في الاسلام اهلا بيك، ولا فرق بين عربي واعجمي، احنا ما بنفرقش بين حد. ولكن اذا اردت عدم الدخول الى الاسلام ادفع الجزيه بكل احترام، واحنا برضو هنعاملك بكل احترام، ولكم دينكم ولي دين. ده المبادئ بتاعتنا. فما بعت له عمرو بن العاص مره ثانيه، وخلى على راسهم عباده بن الصامت وقال له انت اللي تروح تتكلم، انت المتحدث. خلي بالكم عباده بن الصامت ده كان راجل ما شاء الله يعني. عباده بن الصامت ده كان كتله جسمانيه، كان يعني عريض كده وطول وبشرته سمراء كده، يعني داخل ايه له هيبه كده. فدخل رسل للمسلمين معسكر الروم فهاب المقوقس. شوف انا لسه بقول هو خاف منه يعني لما دخل له عباده بن الصامت كده، راجل بقى بشرته داكنه اللون، عريض الاكتف، جسمه كده عامل زي ايه اللي احنا بنقول عليها فورمه كده دلوقتي. فخاف منه كده، قال له في ايه مش عارف ايه، يعني بقول لك سويد إيه لونه فرط طوله. وقال له بص ما تكلمنيش انت، خلي حد غيري يتكلم. ولكن خلي بالكم عمرو بن العاص يعني وهو باعتهم قال لهم انه عباده هو اللي يتكلم. فقال له اسكت انت وخلي غيرك يعني يتكلم. فالمسلمين قاموا ردين عليه وقالوا له ايه؟ قالوا له ان هذا الاسود افضلنا رايا وعلما، يعني اللي انت مش عاجبك شكله ده افضل واحد فينا يقدر يعلم، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عليه، يعني ده اللي هيكلمك. واننا نرجع جميعا الى قوله ورأي، يعني اللي هيقوله احنا هنسمعه. وقد امره الامير دوننا بما امر به، يعني الامير بتاعنا اللي هو عمرو بن العاص قال لنا ان هو اللي يتحدث. ولما سمع المقوقس هذا الكلام رغب في عقد اتفاق في اسرع وقت. المقوقس قال لك العمليه بدات ايه تخش في الجد. طب خلاص انا موافق، وقال لهم يلا نقعد ونعمل ايه الاتفاقيه بتاعتنا. جرت المفاوضات واسفرت في النهايه عن عقد اتفاق، يعني صلح كده ما بين الطرفين. اهم شروطه ايه؟ ما هو اي صلح يا جماعه لازم تبقوا عارفين انه له شروط. طب شروطه كان ايه؟ قال لك شروطه ان يلتزم الاقباط بدفع دينارين عن كل رجل بالغ. خلي بالكم كان موجود في مصر المسيحيين الاقباط، قال لك احنا كل واحد مسيحي بالغ هيدفع عن نفسه دينارين، ويعفى من دفعها الشيوخ والنساء والاطفال. شوف هنا، دي هنا يعني لو عايزين تعرفوا حاجه، دي مبادئ دين الاسلام. احنا ما كناش الشيوخ اللي كبار السن او الستات او الاطفال، امال ايه؟ الرجاله، ومش اي راجل، الرجال البالغين اللي هم بيشتغلوا او في سن العمل. وعلى كل واحد ان هو يدفع دينارين، يعني ايه؟ جزيه مقابل حمايته عن او الحفاظ عليه. يعني ما هو يا اما انت تخش الجيش يا اما تدفع جزيه تعوضنا نجيب بالفلوس اللي انت هتديها لنا دي سلاح او حاجه. لان اكيد يعني ما فيش مسيحي هيروح يخش الدين الاسلامي. عشان في ناس كتير بتسال هو ليه المسلمين بتاخد فلوس؟ انت بتدفعني فلوس؟ لا، تعال خش معانا الجيش عادي وما ندفعكش فلوس، بس مين مسيحي هيحارب عن الدين الاسلامي يعني. ومن الشروط برضو ان تبقى للروم ارضهم، يعني ارضك اقعد فيها زي ما انت، فلوسك زي ما هي، ما هي عليه لا يتعرض لهم العرب في شيء منها. يعني فلوسك زي ما هي، ارضك زي ما هي، بالبلد كده محدش هيتعرض لحاجه من حاجه ايه الاقباط. كتب المقوقس الى هرقل. هرقل ده كان ملك الروم بامر الاتفاق، ولكن هرقل رفض واتهم المقوقس بالتقاعس. قال له طيب انت ازاي توافق على كده؟ قال له لو انت مش قادر انك تحمي مصر قول انك مش قادر تحمي مصر، لكن ازاي تقبل ان مصر تتاخد منك وكده. واتهمه يعني ان هو ايه متخاذل.
وكرهوا للقتال وامر قواده من الروم بمواصله القتال. قال له مفيش اللي انت بتقوله ده، انت تجهز جيشك وتحارب، لو مش قادر انك تحمي مصر اشيلك واجيب غيرك، لكن اللي انت بتقوله ده يعني ده تخاذل، او انت شخص جبان من الاخر يعني. فقام المقوقس قعد مع عمرو بن العاص، قال له القائد بتاعنا اللي هو هرقل يعني اللي هو كان ملك الروم رفض الصلح، والتزم هو بعهده ومعه ومن اطاعه من الاقباط. قال له انا عن نفسي انا موافق، ولو حد من الاقباط معاه موافق هم هيبقوا ايه يعني ايه هيتفقوا معاه في الراي. فالحصار كان طويل، انا قلت لكم قعدوا 7 اشهر يا جماعه. لحصن بابليون صعد الزبير بن العوام الى اعلى الحصن وكبر، طلع على الحصن وقال بقى ايه الله اكبر الله اكبر. فظن الروم ان العرب اقتحموا الحصن. ما هو خلي بالكم الروم صدقوا ان خلاص المسلمين فتحوا المدينه، فايه اللي حصل؟ فولوا هاربين. شوفوا الذكاء. الزبير بن العوام قال لك السياسه مش نافعه، الكلام مش نافع، فقام طالع على الحصن، طلع كده على اعلى حته وقام قال الله اكبر الله اكبر. فالناس في المدينه جوه قال لك ايه ده المسلمين بيكبروا، يعني كده خلاص المسلمين انتصروا وهيخشوا بقى. قاموا كلهم كله بحال ايه الحصن. فدخل الزبير بن العوام، وزي ما قلت لكم وصل على الحصن الكبير وقام مكبر بقى تكبير الاسلام بتاعنا، قال الله اكبر الله اكبر. فالناس جوه الرومان قالوا ايه ده كده خلاص الحصن اقتحموه المسلمين وهيدخلوا بقى عليهم. فقام كلهم بقى يجروا بقى. فقام دخل الزبير بقى واصحابه الى باب الحصن فتحوه واقتحم المسلمين حصن بابليون. خلي بالكم بالذكاء وبفضل كلمه الله اكبر برضو اللي احنا كنا استخدمناها في حرب 73. يعني هم اول ما هو كبر على طول قالوا ايه ده طالما التكبير ده جالنا لحد هنا خلاص ده المسلمين هيخشوا. فكل واحد بقى إيه؟ بدأ يجري يعني. فتح الاسكندريه، وانا لما اجي اكلمك عن الاسكندريه لازم تقف. اقف لا بس هقول لك ان الاسكندريه كانت مركز الخلافه بتاعت الروم، الروم كانوا بيحكموا منها اصلا. فعمرو بن العاص زحف الجيش بتاعه بقى الاسكندريه بعد عده معارك اللي احنا قلناها يعني، وفرض عليها الحصار مده 14 شهر. طلع الحصار مش سهل، دي العاصمه. الروم كلهم بعد ما هربوا من حصن بابليون كلهم كانوا قاعدين في الاسكندريه، وكانوا بيدافعوا عنها باستماتة بكل قوه بكل ما اوتوا من قوه يعني. عمرو بن العاص حط خطته ونفذها جنوده بكل بساطه، يعني نفذوا الكلام اللي هو قاله لهم بالحرف. وعلى اثرها سقطت المدينه في يد المسلمين وعقد صلح الاسكندريه. وهفكرك مفيش قائد بيعمل صلح غير لما يحس نفسه ضعيف. خدها قاعده. تعال بقى شروط صلح اسكندريه في العام بعد 20 اللي هو عام 21 من الهجره. قال تعقد هدنه مدتها كانت 11 شهر. ايوه بتقول ايه يعني؟ هقرا الكتاب واشرح لكم بالبلد يعني. قال لك لا يقوم احد الطرفين خلالها باي عمل حربي. ببساطه ما حدش يحارب التاني، ولا المسلمين يحاربوا ولا احنا نتحارب. قال كمان ان يتم ترحيل الحاميه اللي هم الروم يعني في البحر من الجنود معهم متاعهم يعني كل واحد يلم حاجته يعني فلوسه امواله كل حاجته، وهم امنون على ذلك. يعني اطلع وما تخافش، مفيش حد من المسلمين هيأذيك، ليه؟ احنا ما بيننا صلح. اما الجنود الذين سيرحلون برا، يعني اللي هيمشوا بالبحر احنا عرفنا يعملوا ايه، طب اللي هيمشوا بقى في البر هيحصل ايه؟ قال لك والله اللي هيخط البر هيدفع جزيه، وذلك مده اجتيازهم الاراضي، ما انت مش هتعدي بالساهل. والا يعود الروم لمصر مره تانية او يحاولوا استردادها. يعني ايه؟ احنا معاكم محترمين بشرط ان انتوا ما ترجعوش مصر تاني، او بالبلد كده ما تفكرش اصلا انك ايه انك ترجع تاني. واحنا برضو بنوعدكم الا يتعرض المسلمين للكنائس بسوء. الكنائس بتاعتكم بتاعت اخواتنا الاقباط زي ما هي، احنا مش هنأذيها ولا نكسرها زي ما كان حد بيحصل، ولا هنعمل اي حاجه. ويبقى اليهود بالاسكندريه، كان في طائفه يهوديه في اسكندريه قالوا لهم افضلوا زي ما انتم مؤمنين ادفعوا جزيتكم محدش هيأذيكم برضو. ويبقى بأيدي المسلمين 150 جنديا دنيا ضمانا لتنفيذ بنود المعاهده. يعني ايه؟ قالوا لهم احنا هناخد منكم بس 150 جندي من الروم و50 واحد مواطن عادي. طب انتوا واخدينهم اسرى حرب؟ لا والله مش اسرى ولا حرب. امال انتوا واخدينهم ليه؟ واخدينهم كده يعني ايه ضمانا لتنفيذ، اللي هو لو انتوا غدرتوا اللي معانا دول احنا هنغدر بيهم بس كده. يعني ايه؟ احنا عملنا حاجه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في قوله الكريم بنقول ايه؟ لا تودي بيدك الى التهلكه. انا لازم اخد ضماناتي. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. انا ما ينفعش اسلم نفسي يا جماعه يعني مثلا ايه، انت ما ينفعش تجاسف في حاجه في حياتك عامه
وتروح تخش في مثلا ماده وانت ما انتش مذاكرها وتقول على الله. لا، لازم تاخد احتياطات، تبقى مذاكر كويس، حلل اسئلتك، راجع بشكل كويس وتتوكل على الله. ربنا مش هيكون في عونك طالما انت يعني ايه مش في عون نفسك، انت اصلا ما بتساعدش نفسك. يعني تخيل واحد مثلا ما بيذاكرش وعمال يقول لا انا الدنيا مش عارف ايه انا ما بنجحش. لا، انت ما خدتش بالاسباب وذاكرت التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا خدنا ضماناتنا، خدنا 150 جندي و50 واحد موظف. لو انتوا غدرتوا والله باي حد احنا هنغدر بالناس دي، يعني ضمانا لحفاظ حقوق. بعد اتمام فتح مصر، خلاص مصر فتحناها، لان خلي بالك انت ما اتممتش فتح مصر غير لما خدت مقر الخلاف. ما هو خلي بالكم عشان تبقوا عارفين برضه قاعده تانية في التاريخ، انت ما بتبقاش احتليت المكان غير لما بتاخد العاصمه. يعني تخيل واحد عايز يحتل مصر، لو خد محافظات مصر كلها وما احتلش القاهره ما بيتمش الاحتلال. فاحنا لو دخلنا خدنا مصر كلها وما خدناش الاسكندريه اللي هي مقر الحكم بتاعهم يبقى لم يتم الاحتلال. فبعد دخولنا الاسكندريه واتممنا فتح مصر على خير، اصدر عمرو بن العاص بيانا اظهر فيه تسامحه مع المصريين. كان بيقول ايه؟ قال اول حاجه هو امن المصريين على عقائدهم وعلى يعني المسيحي اليهودي انت حر في العقيده بتاعتك، وبامنك على كل حاجه، عرضك واموالك واولادك، احنا ما بنأذيش حد. والغى كل انواع الضرر، قال لهم اللي الرومان كانوا عاملينه فيكم او الضرائب الكتير دي، وخفف عنهم الايه الضغط يعني. وتعهد الى البطريرك بنيامين اللي كان هربان، اللي احنا قلنا عنه اللي هو قعد 13 عام هربان ما طلعش من مخبأه غير لما المسلمين راحوا وبعتوا له وامنوه قالوا له اطلع احنا مش هنأذيك ولا هنأذي اي حد اصلا. وجميع الاقباط بالحمايه، قلنا لكل المسيحيين احنا مش هنأذي حد. وعاد بنيامين يرجع تاني في مركزه في كنيسه الاسكندريه بطريقا يعني عليها، ورجع تاني مكانه. وده بيظهر او ده ان دل على شيء هيظهر على مبادئ الدين الاسلامي، ويفكرنا برضو بالرسول صلوا كده عليه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام عند دخوله الى مكه لما راح قابل قريش وقال لهم عبارته الشهيره، قصدي عفوا لما دخل المدينه وقال لهم عبارته الشهيره اذهبوا فانتم الطلقاء. لان احنا دايما زي ما قلت لكم في الاسلام ما بنأذيش حد، ما بنفرضش الاسلام بالقوه، ولكن احنا اللي بيدخل الاسلام ما بنفرقش ما بينه او ما بنسخرش منه، لا فرق بين عربي واعجمي. ومن اراد يعني انه يبقى مؤمن محافظ على امنه وامواله ودينه، ولكن يدفع بس الجزيه. ودي كانت المبادئ السامحه للدين الاسلامي. ما كناش بنحارب ابدا حد بغدر او مثلا ان احنا نحاربهم في الليل. من مبادئ الاسلام برضو في القتال اللي احنا لا نقتل شيخا مسنا او امراه او طفل زي ما بنشوف اليهود اللي ما يسموش اللي هم بيقتلوا في اخواتنا في فلسطين والاطفال والناس. احنا طبعا دايما عندنا مبادئ في الدين الاسلامي. وبعد اتمام بقى الفتح الاسلامي لازم بس تبقوا عارفين ان ادرك المصريين بعد الفتح مدى سماحه المسلمين. عجبهم قد ايه ان ازاي المسلمين دي ناس سامحه، ناس فعلا ما بتاذيش حد. وبعض منهم بقى او عدد كبير اصلا كان دخل الدين الاسلامي. اخر بس حته نقولها النهارده في جزء النهارده، بعد اتمام الفتح الاسلامي لمصر انتقلت مصر طبعا من ولايه اسلاميه الى ولايه تابعه للخلافه الاسلاميه. خلاص مصر دخلت الاسلام. واقر الخليفه عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وليا على مصر، هو اللي بقى يحكم مصر يعني او والي عنها. فكان ذلك بدايه عصر الولاه، وفضل بقى امتده من عصر الخلفاء الراشدين لغايه ما هتقوم بقى الدوله الطولونيه اللي هي كانت في العصر العباسي الثاني. في نهايه الحصه اتمنى تكونوا انكم يعني تكونوا استفدتوا بحصه النهارده. في الجزء الثاني ان شاء الله من حصتنا نستكمل بقى نظام الحكم ونشوف ازاي بقى كيف هيتم حكم مصر. تعرفنا في الدرس النهارده عن احوال مصر قبل الفتح الاسلامي واحوال مصر بعد الفتح الاسلامي، ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحصه المقبله. اتمنى تكونوا استفدتوا وكانت حصه كده خفيفه عليكم، واشوفكم في حصه مقبله الى ان يتحدد موعد اخر ان شاء الله.